أهلا بيكم في يوم جديد مع ندى عادل. كل يوم جديد ربنا بيديهولنا ليه معنى إنك تقوم وتتحرك تعافر عشان توصل. وحلقة النهاردة هكلمكم فيها عن إزاي نحب نفسنا، وإزاي إن كل يوم يكون فعلا يوم جديد بالنسبة لنا. أول حاجة محتاجين نعرفها إن إحنا لازم نحب نفسنا، ودي دايما كلمة الناس بتتكلمها، الناس بتوع التنمية البشرية الدكاترة النفسيين واللايف كوتش. الناس دي دايما بتساعدنا ان احنا نحب نفسنا ونوصل لنفسنا، بس مش دايما بيقولوا لنا ايه اللي المفروض نعمله علشان خاطر نوصل لفعلا ان احنا نقول ان كلمة حب نفسك دي انا فعلا حابب نفسي زي ما هي كده. اول حاجة عايزة اقولك ان صورتك قدام الناس مش مهمة خالص. المهم صورتك قدام نفسك. المهم انك لما تقف قدام المراية وتشوف نفسك تبقى حاببها، وتشكر ربنا على كل تفصيلة صغيرة وكبيرة فيك ربنا اداهالك. الأهم إن أنت تinvest في نفسك، إن أنت تبقى عايز تطور من نفسك عشان نفسك، مش عشان حد يقف من بعيد يقولك برافو أنت كويس. لأ، إحنا ما بنعملش ده عشان حد، إحنا بنعمل ده عشان نفسنا، عشان بيتنا، عشان جوزنا، عشان ولادنا، عشان نقدر إن إحنا نربي جيل جديد يكون واعي إن هو المفروض يحب نفسه ويحب أهله، ويكون متفاهم ومتناغم مع نفسه ومع المجتمع. طيب عشان بس ما اطولش عليكم، طيب ايه الخطوات اللي انا محتاجة اعملها علشان اعرف نفسي اكتر واحب نفسي اكتر؟ واحد، ان انا اعترف ان عندي مشكلة، وانه انا حاسس ان انا قليل، حاسس ان انا في ناس تانية احسن مني. فالاعتراف بالمشكلة نص حل المشكلة. فانا هقف قدام المراية وهواجه نفسي انه انا حاسس ان انا مقصر في نفسي او ان انا مش كفاية. وبعد ما هقول الكلمة دي واسمعها بصوت عالي هحاول اترجمها هو انا ليه شايف نفسي قليل، او ليه حاسس ان انا يعني مش محبوب، شخص غير مرغوب فيه. ده لو انت عندك الاحاسيس دي. فهمنا او واجهنا اول حاجة ان احنا عندنا مشكلة في الحتة دي. خلاص انا تمام، حاسس ان انا عندي مشكلة في البوينت دي، هعمل ايه؟ واحد، هجيب بقى ورقة وقلم بعد ما وقفت قدام المراية الحلوة الجميلة بتاعتنا دي وقلت لنفسي الكلمة دي. هبدأ أقول، أكتب مع نفسي كده أنا بقول على نفسي كده ليه؟ إيه المواقف اللي حسستني إنه أنا قليل، أو إني شخص غير مرغوب فيه، أو إن الناس ما بتحبنيش، أو أكتب بقى كل الأسباب دي. وبعد ما هكتب الأسباب دي هرجع أقراها تاني، بس هبعد شوية. يعني مثلا هفصل، هقوم أعمل حاجة أقيم اللي عملت فيه كده، وأرجع تاني أقرأ الكلام اللي أنا كتبته، وأقف عند سطر سطر، احاول احس انا ليه قلت كده، واشوف اللي بين السطور اللي في العادي بنحاول ان احنا منركزش فيه علشان الحياة تمشي. لا، احنا برضه عايزين الحياة تمشي، بس عايزينها تمشي حلو، عايزينها تمشي زي ما احنا عايزين، او تمشي واحنا راضيين ومبسوطين. والاتنين دول محتاجين شغل كتير. تمام، خلاص انا قريت اللي انا كتبته تاني، وبدأت أريكوجنايز أنا كتبت كده ليه. مثلا حسيت بقى إن هي مشكلة قديمة، مثلا أهلي كانوا بيعاملوني بشكل مش كويس، صحابي مثلا في المدرسة كانوا بيتنمروا عليا وأنا صغيرة، فالعقدة كبرت أو الكلكوعة كبرت معايا شوية بشوية. فهبدأ هنا بقى أركز، يبقى أنا هنا محتاجة أشتغل على الحتة دي، إن أنا هديفلوب ماي سيلف، إن الكلام ده كان بيحصل وأنا صغير، وإن كان الحاجات دي حاجات خارجية هي اللي أثرت عليا، فالحاجات دي ما بقتش موجودة دلوقتي. وإن كنت مريت بيها زمان فأنا مريت بيها لسبب ما، وإن كنت دلوقتي بقى عندي وعي إني محتاجة أحل الكلكوعة دي علشان ما تكبرش معايا وما كررش نفس التروما دي مع حد من ولادي، فأنا محتاجة أحل اللغز ده دلوقتي. بلس عشان أنا حياتي تبقى أحسن، شغلي يبقى أحسن، إنتاجيتي تبقى أحسن، نفسيتي تبقى أحسن.
خلاص عرفنا المشكلة جاية منين. انا دلوقتي عايزة ابدأ في ستيبس ان انا احب نفسي. اول حاجة عندنا اسلوب الكتابة. بنكتب كل حاجة في يومنا قبل ما ندخل ننام. بيبقى فيه نوت بوك صغنطوطة كده بنحطها جنبنا. بنكتب فيها الحاجات اللي احنا عملناها النهاردة. بنكتب فيها الحاجات اللي احنا حلوة، اللي اتبسطنا ان احنا عملناها، والحاجات الوحشة اللي مرينا بيها. وبنبدأ نشوف دي percentage قد ايه ودي percentage قد ايه. وبعد كده بنبدأ ان احنا نحمد ربنا على الحاجات الحلوة اللي حصلت في اليوم، ونحمد ربنا برضو على الحاجات الوحشة اللي حصلت في اليوم. وابدأ اخد سايد نوتس كده، انا اتعلمت ايه من الحاجات الوحشة اللي مريت بيها النهاردة. بنهي الكونفرسيشن دي بان الحمد لله على كل النعم اللي ربنا رزقني بيها، سواء كانت خير او سواء من وجهة نظري انا شر. لان دايما وجهة نظرنا ان ده شر ممكن تبقى غلط، لان ربنا اعلى واعلم مننا بكتير الحاجة دي فعلا خير لينا ولا شر لينا. so دي اخر حاجة هعملها قبل ما انام. بعد كده هبدأ انام، وقبل ما ادخل في النوم هبدأ imagine myself، هتخيل نفسي دي. ممكن المكان ده يبقى بحر، ممكن يبقى صحراء، ممكن يبقى أوضة نومي، حتة comfort zone بالنسبة لي. كل واحد وعلى حسب خياله. وابدأ أشوف نفسي وأنا صغير وأنا كبير، كأني واقف قدام مراية كده شايف فيها ندى الصغيرة الانر تشايلد اللي جوايا، وندى الكبيرة الشخص الادلت اللي واقف قدامي دلوقتي. وابدأ أعمل conversation كده بين ندى الصغيرة وندى الكبيرة. ندى الصغيرة هتبدأ تقول مخاوفها، أوجاعها، الحاجات اللي اتضايقت منها. ندى الكبيرة بتقول لندى الصغيرة نفس الكلام. وهي لما كبرت بقى، المواجع، الخوف، المواقف اللي اتحطت فيها. وبنبدأ نبلد كونكشن وبوند ما بين الانر تشايلد اللي جوانا وما بين الادلت بيرسون اللي موجود دلوقتي بيتكلم معانا وعايش معانا. وانس ان حصل الهارموني دي او حصلت البوند دي، انت هتبدأ تأكسبت ان ندى اللي جواك الصغيرة دي عندها احتياجات مهما كبرت، وان ندى الكبيرة برضو عندها احتياجات. في الحالتين انت بتحتاج تساتسفاي اتنين جواك، انت الصغير وانت الكبير. فهتلاقي في بعض الأحيان جدا انت بتميل انك تشتري لعبة، بتميل ان انت تروح تعمل حاجة childish شوية، conversations تبقى في شكل طفولي. خرج المشاعر دي، خرجها، ما تكتمهاش. لان لنفسك الصغنطوطة اللي جواك دي عليك حق، هي من حقها انها تنطلق وانها تعيش حياتها، لان هي ستيل عايشة جواك. فانت هتحاول انك تعمل بالانس بس ما بين الاتنين. وانس ان حصل البالانس ده وبقت ندى الصغيرة بتحب وبتقدر ندى الكبيرة والعكس صحيح، هتبدأ الفايت اللي جواك دي انها تتلاشى مع الوقت. وكل يوم الصبح اول لما تصحى، قبل ما تفتح عينيك، هتحمد ربنا على انه ادالك يوم جديد. هتشتغل فيه، هتتعب، هتتمرن، هتكلم اهلك، هتسأل على اصحابك، هتعمل حاجات كتير قوي في يومك. وعايزاك تبقى متأكد ان كل خطوة صغيرة بتاخدها في يومك دي حاجة productive. مش لازم البرودكتيفيتي تبقى حاجة كبيرة قوي، انك ترفع سماعة التليفون وتكلم مامتك او باباك تسأل عليهم وتتكلم معاهم شوية، ده كده productive day. هنصحى الصبح، هنبدأ نبص لنفسنا في المراية بعد ما نقوم من السرير، ونحمد ربنا ونشكره على انه ادالنا يوم جديد. هنقف قدام المراية وهنبص لنفسنا بابتسامة عريضة. وان احنا بعد ما بنحمد ربنا طبعا وبنشكره، بنحمد ربنا وبنشكره على هيئتنا، على شكلنا، على عينينا اللي شايفة، على شعرنا اللي مدينا شكل، على جسمنا الحلو حتى لو كان مش عاجبك احمد ربنا عليه، على صحتنا اللي حتى لو فيها مشاكل فالحمد لله ان ربنا حط المشاكل دي جوايا، لان في ناس تانية عندها مشاكل اكتر مني. بحمد ربنا وببقى ممتن جدا وببقى راضي جدا بكل حاجة عندي. وبعد كده بطلب من ربنا التغيير.
فبقف قدام المراية، وبعد ما بخلص كل ده بقول لندى، او بقول للشخص يعني اللي هو انا بحبك جدا وبقدرك جدا، واحنا مع بعض هنعدي اي حاجة. وبكرر نفس الافرميشن ده كل يوم لمدة 7 ايام. وبعد ما ال7 ايام دول يعدوا، هنرجع تاني للبودكاست بتاعتنا، وهقول لكم هنعمل ايه في ال7 ايام اللي بعده. يا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكونوا حابين البودكاست. وبليز بليز بليز اكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها، ايه الحاجات اللي عايزين تطوروها في نفسكم. احنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش في اليوجا، بس هنتكلم عنه. هنتكلم عن كل حاجة بس واحدة واحدة. أنا حبيت الأول نتكلم عن السلف لوف والسلف اكسبتنس، لأن ناس كتير عندنا ما عندهاش ثقة في نفسها، ما عندهاش حب لنفسها. فده أهم من أي حاجة إن إحنا نبدأ بيه. عشان كده حبيت أبدأ بيه السياس بتاعتي في بداية السنة. هستنى الكومنتس بتاعتكم واللايك والشير والسبسكرايب. أشوفكم البودكاست اللي جاي. Thank you.